صباح الخير يا فندم. صباح الخير. وصلت ليه مع الواد امبارح؟ الواد طلع كنز، ده اللي مسؤول يبعت التكليفات على النت، واللي كان معاه ده اسمه الحركي منتصر، وده اللي بينقل التكليفات من عزت. هنوصل له. احنا كنا بنفكر غلط على فكرة. احنا هنشتغلها بالعكس، هنزرع واحد في وسطيهم. بس ده ممكن ياخد وقت طويل. الكلام ده لو حد من براهم. سيادتك بتفكر في ابن الراجل اللي قابلناه ده، ابو طه؟ نو، ده طه. صباح الخير. صباح الخير. أنا لقيت حاجات مهمة على الفلاشة، من ضمنهم خطة محمود عزت ال6 شهور الجايين. بصيت كده بشكل مبدئي، لقيت إن فيها تكليفات معظمها موجه لشباب الجامعة. من الواضح من الورق اللي لقيتوه إن عزت ادى التكليفات بالتصعيد في المرحلة اللي جاية. وده معناه إن إحنا لازم نرتب ورقنا كويس. ونحط خطة لمواجهة عمليات العنف والشغب المحتملة. والله يا فندم انا شايف ان الخطة مش بس الكلام المكتوب في الورق، في معاني كتير مخفية ما بين السطور. لا بعد اذن حضرتك، انا محتاج افهم ايه اللي بين السطور. هي خطة الإخوان كده يا حسن، دايما ليها أكتر من معنى. يعني لو في حاجة بتتنفذ على الأرض دلوقتي، معناه إن هم بيحضروا المرحلة تانية. أو الهدف أصلا من العملية حاجة تانية خالص. واكيد في المرحلة اللي جاية هيلجأوا لاسلوب الذئاب المنفردة. دي افكار واجندات بتجيله من بره عشان ينفذوها. بالظبط. عشان لما يتقبض عليهم الجماعة تنفي أي صلة بيهم. تقول لك دي مجرد تصرفات فردية لشباب غضبان. ده كده الامور ممكن توصل انهم ينفذوا اغتيالات. وهو ده اللي ناويين عليه. واحنا طبعا مع التدليل الامني اللي فرضينه عليهم اكيد اعمال العنف هتزيد. يعني كل 2 3 يجمعوا بعض وينفذوا عملية. وكده يبقى ضربوا عصفورين بحجر. من ناحية بينفذوا العمليات، ومن الناحية التانية بانوا قدام المجتمع الدولي انها جماعة بتدعو للمقاومة السلمية. أنت ناوي تعمل إيه بالمعلومات دي يا مراد؟ والله يا فندم بعد ما فحصنا زياد وصلنا لنتائج ومعلومات مهمة جدا عن اللجان الإعلامية، وفي نفس الوقت وقع قدامنا كارت جديد ومهم جدا اسمه منتصر. منتصر ده اللي بياخد التكليفات من عزت، عشان كده لازم نقرب منه ونشتغل عليه، لأن هو الوحيد اللي هيوصلنا لعزت.